اوكي. عندنا ايه تاني؟ مكان التطبيق فيه 3 حاجات. اتفضل. بحاول اتخيل الحاجات دي على حاجه قريبه مني، كان حد طالب مني ان انا اصور ميك اب ارتست، فالميك اب ده انا اوريدي بقرب من وش الموديل بتاعي دوت، فبتخيل ممكن ايه يكون عنوان الصوره او 3/4 الحاجات ديت علشان اطلع ممكن الصوره برده مش لازم ان انا ابقى مركز على الحاجات اللي هي عايزاها بس. لو قلت لك تعزمني على بطيخ تاني؟ ايه؟ ولا مش عايز تعرف؟ طيب عشان بس ما نعديش الحته دي لما الناس كلها تبقى عارفه. انت هو بيقول لي انا جات لي كلاينت عايزه تصور ميك اب ارتست، ايه العناوين اللي ممكن احطها؟ يا لهوي، اسالها كده انت عايزه تبيني ايه؟ مش هتقول لك الميك اب، لا مش هتقول لك الميك اب، مش هتقول لك الحاجه الحلوه في الميك اب، لا دي مش ميك اب ارتست، سيبها وتمشي. والله بتكلم بجد. تقول لك رسمه الوش. اسمع بقى الكلام بقى، انا اشتغلت مع الكلام ده في الفيديو؟ ماشي. رسمة الوش هي عاملة كونتور، ده اسمه كونتور صح؟ عاملة كونتور فلازم يبان. احنا كاولاد ما بيفرقش معانا، انت بتبقى فاكر ان وشها رفيع. فاهم؟ لا هي عندها تارجت معين، عامله كونتور فعايزه تبين رسمه الوش، فانت لازم تقف من زاويه معينه وتبين ان هنا عامله زي هنا والوش عامل ازاي. مهمه، مش لازم تقرب في وش الوش، ممكن تبقى من بعيد. عايزه رسمه العين، هي مكلفه جدا وجايبه كحل وجايبه مكسره اسمها ايه؟ مسخره اسمها؟ مسكره صح؟ جايبه مسكره وهتستخدمها، فبالتالي محتاجه انها تبان، وبعدين مركبه رموش صناعيه، فما ينفعش حضرتك ما تصورش الرموش وتفضل تصور في البشره. صح؟ حواجب، لا شعر، مش عارف عامله لها روج عامل ازاي. في تارجتس، يعني هي عندها تارجتس. انت عارف انت لو صورت لها 10 صور في السيشن كله هي هتبقى مبسوطه، بس هي عندها 1 2 3 4 5. فاهم اقصد ايه؟ غير لما تفضل تقرب انت مش عارف اصلا تفوكس على ايه اصلا والله، ومش عارف هي دي رموشها ولا صناعيه ولا ايه. صح؟ الحته دي بتوفر عليك كتير قوي. انا عن نفسي كنت كده، انا بحكي لكم على فكره من الضفه الاخرى، عشان كده بقول لكم انا الدنيا كانت عامله ازاي. انا كنت كده وبقيت بفكر في الحاجه، وبقيت بصور قليل وافكر كتير اكتر. احسن ما اصور كتير وافكر قليل، وده الكونسبت اللي انا ماشي بيه في حياتي، وده اللي انا بقوله لكل الناس. طيب يلا بينا نكمل. كنا وصلنا لفين؟ وصلنا ان الفكره مكان التطبيق مهم جدا، ان انا اعرف المساحه اللي انا هصور فيها عشان اعرف العدسات بتاعتي اللي انا هستخدمها عامله ازاي، ان انا اعرف اضاءه المكان عامله ازاي، احتاج اضاءه. انا سامع صوتي تاني، ممكن بس هدوء. اضاءه المكان مهم جدا، مهم جدا تسال اضاءه المكان عامله ازاي، لان اضاءه المكان دي هتحدد لك العدسات اللي هتاخدها، هتحدد لك الكاميرات اللي هتاخدها، هتحدد لك هتاخد اضاءه معاك ولا لا، تاخد فلاش واحد ولا كذا فلاش، هتستخدم اضاءات كونتينوس ولا اضاءات فلاش. الكلام ده كله بيتحدد من السؤال ده. هي الاضاءه اللي في المكان اللي مساحته قد ايه عامله ازاي. عناصر الصوره، او بلاش عناصر الصوره، خلينا نقول عناصر الفكره. يعني ايه عناصر الفكره؟ الفكره دي فيها كام عنصر؟ يعني انا اقدر اقول ان نوع العناصر، هل في حاجه صناعيه يعني محتاج ان انا اصنعها، او حاجه طبيعيه. بمعنى لو انا عايز اعلق في الشجره دي كور منوره، على اساس انها الاحلام ككونسبت، ان في شجره عاليه وفيها كور منوره وهو مش قادر يوصل للكور المنوره دي مثلا كجزء من الفكره. انت هنا الكور المنوره دي تعتبر ايه؟ صناعيه صح؟ فانت هتحتاج عنصر صناعي موجود جوه العناصر دي. تمام؟ طيب عندنا بعد كده ايه؟ عندنا بعد كده حاجه حلوه جدا. كل الكلام ده اي حد بيعرف يعمله. مميزات الفكره. ايه اللي هيخلي الفكره دي مميزه؟ ما بقى انت عندك بقى كذا حاجه. اول حاجه منهم حداثه الفكره. هل هي جديده ولا لا؟ طيب لما يجي حد يقول لي هو انا عادي ان انا اتفرج على صور مصورين كبار واقلدهم؟ والله هو في الاول او في الاخر ممكن. انتوا عارفين فكره المصور الكبير اللي انت بتقلده ده انت واقف فين؟ انت عندك مشكله بس في الحته دي من ضمن الخريطه دي كلها. يعني انت تعرف تعمل الخريطه دي كلها وحداثه الفكره بس انها جديده مش عندك، انا شايفه كويس، بس نفذ زيهم بس.
يعني لو تعرف تطلع نفس المستوى اللي هم مطلعينه انا موافق. قلد، خد الصوره وكوبي بيست منها. دي اول طرق النجاح. لانك وانس ان انت خدت واحد بيصور بقاله 20 سنه وعرفت تطلع الصوره بتاعته، انت بعد كده هتكريت بقى. ما انت عرفت التكنيكس عامله ازاي. تعرف الصورة اللي كنت منزلها بتاعت جامع الحاج البوابلي. عامل ايه؟ كنت منزل صورة على البيت في مسجد الحاج. تمام. دي عملتها وكتبتها. طيب دي حاجه كويسه، لو تعرف تعمل نفس الصوره حاجه كويسه جدا. طيب مميزات الفكره جديده ولا لا؟ العناصر متوفره ولا لا؟ يعني ايه العناصر متوفره؟ انا عايز كرات ليزر متعلقين على الشجره اللي هي موجوده، والطفل ده لازم يكون قزم، اوكي، ولازم يكون عنده جزمه لونها حمراء كبيره. طب ما هي الحاجات اللي انا طالبها دي مش متوفره، ومش متوفره يعني مش سهل تجيب كرات ليزر. يعني مثلا ايه كرات الليزر دي؟ وهتجيب منين طفل قزم؟ يعني دايما اغلبيه الناس اللي بييجوا يعملوا فكره فيبداوا طموحهم يبقى قوي قوي بيخليهم ما يصوروش حاجه. لان هو هل العناصر اللي انت اساسا طالبها دي موجوده في الحقيقه ولا لا؟ وهل العناصر بتاعتك تقدر تستبدلها وتحط عنصر تاني يفي نفس الغرض ولكن ما يكونش صعب حدوثه ولا لا؟ احنا كنا بنصور هنا من قيمه اسبوعين مع منى حسام. منى حسام دي انستراكتور للفاين ارت كورس، اوكي؟ كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين نعمل بسين وندهنه اسود وننيم الموديل فيه. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنقوله ده؟ احنا عايزين بسين، والبسين ده هيتملي ميه. لا البسين ده كان المفروض يتملي لبن عشان يبقى لونه ابيض، وهي نايمه كده اهو في بسين لونه ابيض كله. الكلام اللي بقوله ده مش منطقي. طيب انا اولا عرفت عدد العناصر. طب توفر العناصر دي مش متوفره. فبدانا ان احنا نشوف حاجه بديله. بدا ان انا البسين اجيب بسين بتاع الاطفال اللي بيتنفخ ونفخناه وبقى صغير كده اهو. طيب انا عايز لونه اسود، ادهنه لونه اسود. جبت قماشه لونها اسود وحطيتها جوه البسين قبل ما املاه، فالبسين لونه اسود. اللبن انا اكيد مش هامله البسين كله لبن، فرحت جايب ميه كله ميه، ورحنا جبنا نص كيلو لبن وحطيناه عليه فبقى لونه ابيض. انت حليت وانس ان انت عرفت عناصرك متوفره ولا لا وعددها عامل ازاي، بتقدر تعمل ريبليسمنت، تشيل حاجه وتحط حاجه عشان في الاخر تخدم عنوان الصوره، صح؟ طيب عندنا ايه تاني؟ احنا قلنا مميزات الفكره انها تبقى حديثه، ان الحاجه تبقى متوفره، انها تبقى بسيطه. البساطه. كان بسيط؟ كان بسيط. بسيط كصوره، بسيط جدا، لانها كانت صوره كلها ميه وهي طالعه من الميه عامله كده. ما خلتش بقى انها عندها مخالب فيها دم وبتاع وعينيها بتلمع وشعرها دي حاجات كتير جدا من الصور اللي بتبوظ. هي الصور اوفر ايه، ممكن اقول اوفر ايكويبد او يعني انت عمال تحط حاجات في الصور تبقى فاكر بقى ان انت لما تحط، عارفين زي الميك اب. بمناسبه الميك اب للبنات، كل ما كان الميك اب بسيط كل ما كان احلى. على فكره في شعره بسيطه قوي ما بين السيمبل والاوفر، يعني ما فيش تدرج، هو يا تبقى سيمبل يا تبقى اوفر، صح؟ الايديت نفس الموضوع، الناس اللي بتيديت هو يا يبقى سيمبل ويبقى كويس يا يقلب اوفر. يعني انت ممكن تروح معلي ساتوريشن شويه بقت اوفر خلاص. فما فيش حته في النص اللي هي لا هي سيمبل ولا هي اوفر، لا سيمبل اوفر على طول. فانت ازاي الصوره مميزات الفكره بتاعتك تبقى فكره بسيطه. صعوبه التطبيق، صعوبه التطبيق يعني محدش يعرف يعمل الفكره دي زيك. انت ازاي مختار فكره محدش عارف يوصل لها او حد عارف يكريت الفكره دي زي ما انت بتعرف تكريتها. انا لو جيت وريت لكم الصوره اللي متصوره في البسين، انتوا عمركم ما دماغكم هتروح لبسين الاطفال وجبنا قماشه سوداء حطيناها. انت فاكر انها الموضوع صعب، ودي على فكره من الجزء الاستعراضي. ان انا ابقى صايع قوي ان انا اعرف اجيب حاجات بيسموها في التصوير حاجات بربع جنيه. يعني ايه؟ بلاش بربع جنيه، بربع دولار، لان الدولار النهارده يا عالم الفيديو ده لما يتشهر الدولار هيبقى بكام؟ اوكي؟ بربع جنيه يعني ايه؟ يقول لك ده احنا عاملين لوكيشن في مجال التصوير، احنا عاملين لوكيشن بربع جنيه. ايه عاملين لوكيشن بربع جنيه يعني ايه؟ يعني احنا عاملين لوكيشن شكله حلو جدا بس كله تابلوهات، كله ورق جرايد.
صرفنا كام؟ ما صرفناش فلوس. بس ان انت توصل ان الحاجات دي تبقى هارمونيك مع بعض جدا بالشكل ده مش حاجه سهله. اوكي، عندنا ايه تاني؟ عندنا استخدام فنيات التصوير. حد يعرف الدبل اكسبوجر؟ الدبل اكسبوجر دي تكنيك في التصوير، ان انت تصور صورتين وتحطهم على بعض. تخيل واحنا بنصور الولد والشجره نبقى عاملين الولد والشجره دبل اكسبوجر مثلا لحفره، لاي حاجه. انا هنا استخدمت تكنيك في التصوير، الفريزنج والموشن، الحركه والثبات. ان ازاي الفكره بتاعتي ان الولد يكون بينط، ما انا بقى اهو في تكنيك حصل، اوكي، ان الولد يكون بينط عشان يلحق حاجه فوق، واكون انا مصور بشطر سريع عشان اعمل له فريزنج. مش ده تكنيك في التصوير؟ اهو استخدمته عشان يخدم الفكره بتاعتي. طب انا عايز اعمله نفس الصوره، اروح مبطئ الشطر شويه واجيب الولد هيزي كده، ان هو عمال ينط ومش قادر يوصل، في موشن لان هو بيحاول. اوكي، شفتوا في حاجتين، في معنيين حصلوا، ان ده بيحاول وان ده نط مره واحده بس مش عارف يوصل. الاستخدام ايه الفرق؟ التكنيك. استخدمت الموشن، استخدمت الفريزنج، استخدمت الدبل اكسبوجر، استخدمت اللايت بينتنج مثلا. صح؟ مش دي تكنيكس في التصوير؟ طيب بس كده. دي الحاجات الانبوتس. الفكره. في حاجه تانية ايه؟ مش عارفاها هي ايه؟ انا بتكلم على الفكره. في حاجه خارجه عننا، في حاجه في الخريطه مش موجوده، انت غطيت كل حاجه، فانت بعد كده لما هتيجي تفكر في فكره تروح مطلع الورقه دي بس. انا عايز اقول لكم ان انا مش فاكر العناصر لدرجه ان انا جايب ورقه وكاتبهم، ما بالك ان انا بفكر فيهم من اول وجديد بقى. ابدا اقول ايه ده، انا هعمل ايه؟ طب هي عنوان الصوره ولا مش عايز لها عنوان دي، ولا مالها دي، ولا ايه؟ انت خلاص عندك الحاجات دي، بتبدا تقول انا جبت الفكره، هستخدم لها فنيات عامله كذا، رسمت الصوره، شفت المكان واضاءه المكان عامله ازاي، استخدمت اضاءه طبيعيه، اضاءه صناعيه في الفكره، خلصت الحته دي. دي اول حاجه دخلت لايه؟ للصوره. بعد كده تاني حاجه ايه؟ التطبيق. التطبيق بتاع الصوره دي. التطبيق معتمد على ايه؟ التطبيق معتمد على كذا حاجه. معتمد على 4 حاجات. خلينا نطلع كلام من التطبيق 4 حاجات. ادي 1 2 3 4. اوكي؟ اول حاجه ايه؟ اول حاجه في التطبيق المعدات. المعدات. صح؟ ما انا عايز معدات تخدم لي الفكره. طب وايه علاقه المعدات هنا؟ ايه اللي جابها في الموضوع ده؟ ما حضرتك عشان تختار الكاميرا لازم تكون عارف حضرتك محتاج ايه من الصوره. عشان لو حضرتك عايزها تجاريه فتختار كاميرا الكواليتي بتاعتها عاليه. طب ولازم برضو تكون عارف ان المساحه بتاعت المكان عامله ازاي، عشان حضرتك لما تيجي تختار عدسه تختار على حسب المساحه. ولازم تكون عارف اضاءه المكان عامله ازاي عشان تبقى عارف هتجيب اضاءه ولا لا. صح؟ انت دايما بيفوتك كل حاجه كده؟ طيب بقول لكم انتوا صحاب؟ طب تعالى عايزك اشرح عليك حاجه. اقعد. اوكي؟ طيب المعدات دي عباره عن ايه؟ عن كاميرا ومستلزماتها واضاءه ومستلزماتها. دول جزئين. صح؟ طيب تعالوا نفنط المعدات كده. وانا الكلام ده كله لازم اكتبه صح؟ طيب الكاميرا ومستلزماتها. كاميرا ايه؟ عدسه ايه؟ هستخدم ترايبود ولا لا؟ ايه تاني؟ كاميرا، عدسه، ترايبود. بس. الاضاءه هستخدم فلاشات. اوكي؟ هستخدم عواكس ولا لا؟ هستخدم ريفليكتور. محتاج في الصوره دي ريفليكتور. الولد اللي واقف ده الشمس تبقى فين؟ لو الشمس هنا يبقى هو هيبقى سيلويت، فانا محتاج ريفليكتور او محتاج فلاش انوره. صح الكلام ده؟ يبقى انا عندي المعدات كاميرا واضاءه، الاضاءه فلاشات وعواكس الجزء بتاع الاضاءه، والكاميرا والعدسه والترايبود.
طبعا والفلاتر بقى والكلام ده كله داخل جوه ايه؟ معدات. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه الفنيات. الفنيات يعني ايه الفنيات؟ الحاجات اللي انا قلتها من شويه. الفنيات بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الزاويه. فنيات بقى التصوير عامله ازاي؟ طب بتطبق الزاويه، اللعب بالظل والنور، صح؟ هل في شادوز؟ مفيش شادوز؟ ما دي فنيات، دي حاجات بقى انا بضيفها. ده الجزء اللي انا بحبه، اللي هو عمري ما هعمله من غير ما يبقى عندي الكلام ده كله. الظل والنور، ان انا العب بالظل والنور، ان انا اشتغل عليه تاني. الفوكس او الديبث اوف فيلد، هل انا محتاج اعزل ولا مش محتاج اعزل؟ هنا العزل بيبقى ممكن يكون فنيه في الصوره، ان انت بتجيب تركز على حاجه والباقي كله يبقى بلوري، فانا هنا ابقى عارف. طيب فنياتي في ايه تاني؟ في الشتر. ايه ده؟ هو الشتر شتر سبيد، شتر سبيد ليه فنيات؟ لسه قايلها من شويه. الموشن والفريزنج، ما هي ده الشتر يطلع منه فنيات، صح؟ هل هستخدمه في الصوره ولا لا؟ لو انت مش هتستخدمه خلاص مش هتستخدمه، هتلاقي نفسك دايما بتستخدم الحاجات دي. ما بالك بقى لو الزاويه كويسه ولعب بالظل والنور وعامل عزل قوي وعامل شتر سبيد قليل، تاخد صوره اقوى، صح؟ استخدمت الفنيات دي كلها في صوره واحده. قد تكون الصوره المجمع فيها الحاجات دي اقوى، وقد تكون انت لما بتعمل الحاجات دي كلها بتبوظها. انت بقى اللي بترجع، الدماغ في الاخر هي اللي بتقرر الكلام ده كله. عندنا ايه تاني؟ السيتنج، الكاميرا سيتنج. الكاميرا سيتنج، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها في الكاميرا سيتنج؟ انا ممكن اجيب الورقه دي هنا، صح؟ اسهل. الكاميرا سيتنج عندي الاف نمبر، لازم ابقى محدد وانا بصور. اديك الورقه اسهل، صح؟ لا يعني اصل انا لاغي حاجات وشايل حاجات وعمالين نقلل فيها ونزود. والله انا لاغي حاجات كتير ومزود حاجات، يعني هي دي درافت. يعني هي بعد الشرح بتبقى معانا ممكن نصورها دي بالموبايل واديها للتيم بتاع السوشيال ميديا يبعتها لكم ينزلها لكم، او انتوا تاخدوها مني، او موجوده في الفيديو. دي درافت، ده كلام مش صح، في كلام مش صح. اصل انا بقعد اعصر دماغي يعني. صور دي اسهل، صح؟ الاف تبقى عارف انت عايز تعمل الاف عامل ازاي، عايز تعرف الشتر عامل ازاي. اوكي؟ عايز اعرف الايزو عامل ازاي، اعرف منين الايزو عامل ازاي؟ ما انا عرفت هنا ان اضاءه المكان اللي انا عامل له الفكره عامله ازاي، فاختار الايزو. يعني انت ممكن تبقى رايح المكان ده وعارف الايزو والشطر وفتحه العدسه الرينج بتاعه عامل ازاي. انا مش هعلي الايزو بتاعي عن 400، عشان كده مش واخد معايا وحدات اضاءه، لان اللايتس كويس. انا مثلا فتحه العدسه بتاعتي لازم تبقى واسعه عشان اقدر اعمل عزل، يبقى لو مش معايا عدسه فتحتها واسعه استلف عدسه فتحتها واسعه، او اجر من ايرنت 010 3 2 6 3 1 7 2. اوكي؟ طيب هصور رو ولا جي بي جي؟ مش شرط. ما انت لو بتغطي ايفنت في فكره انت ممكن تصور جي بي جي. هنا اللي هيقول لك بقى تصور ايه. اوكي؟ لو بتصور صوره انت هتعمل فيها ايديت كبير يبقى رو. تصور صوره صحفيه جي بي جي، صح؟ الاختيارات دي كلها هتلاقيها جايه من هنا، وعلى فكره احنا دول هيجوا من دول. طيب ايه تاني؟ الكواليتي. في ثلاثه اوبشنز كده. عشان الصحفيه في الغالب بنسبه 80% بتتبعت في وقتها، فالصوره بيفضل، وكمان ما بيطلبش تعديل. يعني الصوره الصحفيه ما فيهاش تعديل، ما ينفعش تedit عليها. هو عايز صوره طالعه من الكاميرا بتاخدها هو بينزلها عنده. اوكي؟ انت عايز دلوقتي رايت ناو. تمام؟ الكواليتي عندكم في الكاميرا في اوبشنز كده، ميديوم ولارج وسمول وفاين ونورمال، صح؟ هو اكيد هم مش عاملين كميه الاوبشنز دي عشان في الاخر نفضل نصور فاين. انت في وقت من الاوقات ممكن تصور نورمال. زي ايه؟ حاجات بتترفع دلوقتي على الفيسبوك مثلا. الحاجات اللي بتترفع دلوقتي على الفيسبوك انت ليه تصورها لارج وبعدين تاخدها تضغطها وتبعتها على الفيسبوك؟ لا، انا ممكن ابقى اسرع. النيد بتاعتي محتاجه كده.
وممكن في وقت تاني ابقى محتاج الكواليتي بتاعت الدبل حاجه فاين، حاجه عاليه جدا عشان محتاج اطبعها. فده هيحدد لي برضه انا محتاج ايه؟